يوم الاثنين وبنجي بنتبضع كل انواع الخبز. وهون بتلاقوا اغرب انواع الخبز. مثل شو؟ بدنا توست. هذا بان دومي. ناخذ هي بايت، عاملين 2 بايتس اليوم بالليل. لايت بوب كريسبي. زادوا؟ يلا بناخذها نجرب. انا بحب الكرواسون فريش، يعني تخبزها بالفرن تشيلها تعمل دكتور فود، شو اكثر نوع خبز ما بنصح لاني على دايت؟ كل انواع الخبز بتنصح. حتى الشوفان؟ الشوفان بطون بالمعده معلم. وانا باكل شوفان وبقول ليه ما عم بنحب. يا جيب الخبز مزبوط وكل الخبز يا هدول القصص ما لها معنى. طيب هي شكلها طيب. هيدي زعتر. هي ممتازه معلم. كثير طيبه. بنكهه التفاح. شكله كثير حلو، كثير مرتب. بعمل لك اياه مع يوغرت وفواكه وميبل سيرب. طلع كثير طيب. من نكهه البزر اللي عليها على الوجه ونكهتها بطريقه كثير طيبه، بس العجينه مبينه مثل طعمه البيتي فور. الاداره الناجحه بيكون قصدها كثير واطي، مولان بيعملوا الكعك، اذا طلع شيء عندهم شيء زياده عجينه بيعملوهم بكيس، وانا هذا الشيء جذبني وباخذها. يعني ما بتنصح. اذا انت عايش لوحدك تتعلم او شيء فيك تجي لهون، لك شو عندهم حمص. شو رايك بالحمص دكتور فود؟ يعني اذا انت تلميذ او بدك تخدم عندك على البيت بتمشي. عارفين جماعه تركيا؟ بس اللبنانيه زادوا عليها زعتر. طيبه. في عندهم فرن هون ببيعوا منيش. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيب القلب. بين كل هالمعجنات اللي هون موجوده، شو هو اكثر صنف تلاقيه مميز؟ تشيكن باربيكيو طيبه. Let's try it. يلا ترى وينك؟ عجينه وفيها صوص بندوره. ايه فيها صوص بندوره. فلفل وبصل وجبنه على الوجه وصوص باربيكيو عليهم. طيبه منيحه. هيدي فايت عليها باربيكيو. ايه باربيكيو. منا عاطله. دكتور فود اوفر 10. بعطيها 6 على 10. جيبها لشوف مثل ما هي. هيدي بتروح لاولاد المدارس، اولاد الجامعات. اشخاص عمرهم بين ال 17 لل 20 سنه بياكلوا هيدي بينبسطوا فيها كثير، اما هيدي مثل اللي نشوفهم بتروح. هيدي ممتازه. هي كثير طيبه بعجينه الفوكاشا. بيجي لهون بطلب هيدي وباكلها، اذا جايب معي ابني بطعميه هيدي. قديش بتعطيها على 10؟ 10 على 10. I agree. هذا الفرن القسم هون الموجود هون هو كل انواع الخبز الفرنسي اللي بيظهر دغري من هون. 100% معك. انتم برايكم هو اقوى صنف؟ انا برايي في الباكيتات هون البانوفا الفرنسيه. 100% انا على طول انا وشروق بنطلب منهم على البيت من هيدا الانواع، بدنا ناخذ من كل صنف حبه حبه حبه. فكره معي. اوكي. هيدي عجينتها بيضة بقلبها زيتون. هيدي البيضة السادة. ايها اكثر وحده بتروح اذا بدي اروح اكل شيء هلا نوع عجبني عليها؟ سريال طيبة عندك في البيضة. دولة ممكن. هي مولان كثير قوية بالخبز، فينا قصة كثير. اوكي يلا مشروع. شيف كيفك تمام؟ تمام حضرتك. شو هي الاصناف الموجودة عندك جديدة نزلت بفترة الأعياد حاليا؟ لسه جمعه زمان تجي البضاعه كلها نهائيا، بس هلا عندنا اشياء سبيسيال. مثل شو سبيسيال خبرني. عندك الجوده عميان، تشيز على كرافل، في عندك مع ويسكي، في عندنا مع بيره. وحدة مع ويسكي وحدة مع بير. بدنا نروح ناكل، بدنا نروح سكرانين على الشارع. اوكي معلم خذ هلا راس زين. اعمل لي 4 أصناف بقلبهم بس ما يكون فيهم الكول اكيد يعني. نعطيك فيور بانيه. هيدي مثل البري. كاممبير. سخني اطيب معمولة بالبان ومع الخبز. ذوقها من ايدي هالمره. قديش صار لك موجود بهيدي المصلحة؟ صار لي 14 سنه. 14 سنة أنت واقف برا براد تشتغل على كل الأصناف. على كل الاصناف. أنت هلا لازم تعميني شيء تبهرني فيه. 100%. نعطيك مانشيكو مع ترفل. هيدي شابر على كرامبري. هيدي تشيز مع بلسم. ليش اخترت هيدي شيف لتقدمها للدكتور فود؟ هيدي مميزة ومش على طول في كل السنة في منها. انا كثير جوعانه على فكره اليوم شيف. جيتي لعند الشيف سوني ما بفلي جوعان. يعني ليش استعملت لكل نوع تشيز سكينه مختلفه؟ أنا حجاوبك، إذا استعمل السكينة في بقلبها نكهة ترافل ما في قص بنكهة تانية بتطعموا على بعض.
من وين جاي السويتنس بقلبها؟ من الكرامبري ها؟ مع جوت تشيز مع كرامبري. ممتازة. اوكي شاف، اعمل لي وحدة منهم مع البلسمك، حط لي بقلبها سلمى. عبالك معها كورنيشون. يس. طيب اذا اجوا متابعين دكتور فود لهون واخذوا اجوا لعندك طلبوا منك هذا الشيء بتعمل لهم اياه؟ كرمالك بنعملها. تسلم. واو. غرام. دكتور فود على 10 قديش بتقيم هيدا التوست او البريد؟ سهل 10 على 10. ماشي لك دكتور فود، نعرفك ذواق. طيب هيدا هون شو بدك تعمل لي فيها؟ هيدي مع اطراف رح احط لك معها بريزولا. يلا. ما شو نوعية هاي اللحمة؟ بتيجي بيف قددي. أنا ماني محبة لحوم، أنا بعتذر شفوني. بدي لك شغله، الاوكتوبوس الاخطبوط حط لي فوق منها هيدي ذوقني اياها. هيدي البري مع اخطبوط. شو حلوين. والله طيبة. ممتازة، اطيب من البرازولا معلم. دكتور فود على 10. تستاهل 10 على 10. يلا نتحلى. اوه شو هيدول؟ كرمال الكريسماس هيك. هيدي شو؟ بيكون باري بريست كريمة الجوز بتيجي باتاشو كريمة البيكون بقلبها وكريم براليني معها. يلا ندوقها. ممتاز. هني لك شو عاملين؟ خلطوا الحلويات ونكهة الحلويات العربية بالحلويات الأجنبية. فعليا طيبة. شو الأصناف اللي أنتم حاضرينها لكريسماس؟ بانوتون هو جار من البريوش. اوكي. فيها فروتس بقلبها. كمان طيبة. لا خربت لي الدايت اليوم دكتور فود. اكتبوا لي بالتعليقات أي فرن بعد هذا الفرن لازم نزور. شو أكتر نوع حلو بتحبه؟